تعالوا نشوف ازاي نعمل التأثير اللي على الفيديو ده. ده الصوت بتاعي اهو، وده الفيديو بتاع العربية. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو تحملوهم منه. الفيديو بتاعي انا مش عايز الصوت بتاعه، فهضغط كنترول ال وهضغط كليك على الصوت واعمله ديليت واسحب الفيديو بتاع العربية بالشكل ده. ده فيديو العربية. انا عايز الصوت لغاية فين؟ لغاية هنا بالظبط. اعمل كات بالشكل ده. هتحكم في سرعة الفيديو بتاع العربية، هخليه يبدأ بطيء وبعدين يسرع وبعدين يبطأ تاني. هضغط كليك يمين وبعدين سبيد، هيظهر لي الخط ده. هبدأ كده في المكان ده، تمام. هختار البين تول واضغط كليك هنا اهو، وهختار السهم وابدأ ازود السرعة هنا بالشكل ده. تمام، ازودها تاني، ازودها تاني، وبعدين اختار البين تول تاني واضغط كليك في الاخر هنا، واختار السهم وابدأ اقلل السرعة دي هنا في المكان ده بالشكل ده. تعال نعمل بلاي في اللحظة دي وهنعمل زوم كده. تمام. وتعالى نختار أداة الكات دي ونيجي هنا ونضغط كليك كده، وبعدين هضغط على السهم اليمين من الكيبورد واضغط تاني وتاني وهكذا. تمام، واجيب أداة السهم هنا وابدأ احذف. تعال نعمل بلاي على الوضع ده. تمام كده. طيب تعالوا الاجزاء دي بقى، يعني هبدأ كده بأول واحدة، هعمل لها روتيشن بزاوية 20، واللي بعدها روتيشن بناقص 20، واللي بعدها هعمل لها سكيل هنا مكتوب 300، هخليه مثلا 350 بس كده. تعالى نعمل بلاي بالشكل ده. طبعا انت ممكن يعني تغير باي شكل انت عايزه، يعني ممكن مثلا تخلي السكيل الاول وبعدين الروتيشن، ممكن تخلي في عندي اوباستي، يعني في تغيير في الاوباستي، يعني زي ما انت عايز ممكن تغير، ممكن تعمل بلور، اي حاجه انت عايزها. يعني درجه الروتيشن اللي انا عاملها ممكن تغيرها، درجه السكيل ممكن تغيرها. تمام، تعال نعمل بلاي من الاول. ممكن نضيف مصدر الاضاءه ده بالشكل ده، وبرده نحذف الصوت اللي فيه. كنترول ال وكليك كده وديليت، وهجيب الفيديو كده من اوله. تمام بالشكل ده، وهعمل هنا كات. تمام، وهختار وهاجي هنا اختار من البلند مود، اختار سكرين بالشكل ده، وبعدين هعمل له سكيل، اكبره عشان هو باين دايره صغيره اهي، فانا هكبره بالشكل ده. تمام، ونحركه كمان كده. تمام، ونكبره ونحركه تاني. تمام. هو التأثير بتاعه شديد شوية، فاحنا ممكن نقلل من الاوباستي هنا ونجرب ونعمل بلاي بالشكل ده. تمام، ممكن نخلي التأثير ده اخره هنا، يعني اخره التكات دي بس اهو بالشكل ده.